استنوا هنا، رايحين فين؟ ده حبيب الملايين، ده كباب الغلابة. فول مدمس. هو بينده الراجل بتاع الفول بيقول كده: فول مدمس. هنعمل النهاردة أحلى فول رمضان إن شاء الله. هيكون حاجة كده عظمة، حاجة كده زي ما بيقولوا كباب الغلابة. ما شاء الله، خطير 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 زي ما انتوا شفتوا، ولا غامق ولا أي حاجة، وتحفة. عندي طبعا الفول انا بلاه من يوم قبلها بالنهار، يعني انا بليته بالنهار وعملته تاني يوم بالليل. مش هنسيب المية تسخن ولا اي حاجة. اول ما بحط الحلة كده بروح اصفي الفول واغسله كويس، وبعدين بروح انزل بيه في الحلة. زي ما انتوا شايفين، هو مش لحمة علشان استنى المية تغلي وانزل بيه، لا بنزل بيها كده على طول. طبعا لو في حاجة بعدين عمت على الوش، يعني انا كنت منقياه، بس لو في حاجة عمت على الوش برضو بشيلها بالكبش عادي. انا هنا نقصت المية لانها كانت زادت مني، وبرضو في نفس الوقت شلت كام فولة كده وظهروا لما حطيتهم في الحلة. الفول ده خلاص بقى ايه، رمضان على الابواب زي ما انتوا عارفين. كل سنة وانتم بألف خير يا رب. هو ده الطريقة اللي انتوا هتعملوها وهتكون تحفة، هتدعولي والله العظيم هتدعولي. يلا نشوف هنحط عليه ايه علشان ما يبقاش غامق معانا. هنحط هنا طماطمايه قطعتها اربع تربيع كده وحطيتها، وحبة جزر مبشور. لو عندكم جزر بشرين وحطوه في التلاجة عادي برضو مفيش اي مانع. الجزر بيدي الفول طعم وكمان لون. يعني نشتري للفول ليه لون واحنا عندنا كل حاجة طبيعية ما شاء الله، مش محتاجين ان احنا نحط لها مكسبات لون ولا اي حاجة. هنحط ايه كمان؟ هحط بصلاية متقطعة 3/4. يعني حط كده، ممكن تقطعوها وتفصلوها. انا حطيتها زي ما هي كده، قطعتها من فوق كده وخلاص. هي كده كده هتدوب ومش هيبقى ظاهر منها اي حاجة. معايا هنا 4 فصوص توم، ده اساسي معايا. التوم بيدي برضو ريحة تحفة. وهنقلب كده قليبة كويسة، وبعدين هنعلي النار وهنسيبها لما تطلع ريمة كده. بعدين هنطلع الريمة دي وهنغطيها. بصوا هنا سبتها بالظبط، كان ممكن بعد ساعة. شايفين اللون ما شاء الله ولا فيها اي حاجة. بصوا جميلة جدا جدا. وزودتها مية لانها كانت نقصت. يعني كل ما تشوفوها نقصت زودوها. خدوا بالكم انا كل مره بنشي، يعني بحط نشا للفول علشان يتقل الميه، بس انا المره دي ما حطيتش النشا خالص. يعني عملتها بالليل وسبتها الصبح بدري كده، صحيت ولقيتها زي ما انتوا شايفين الميه بتاعتها تخينه كده ومش محتاجه اي حاجه. بذمتكم في اسهل من الفول؟ ما شاء الله، وطلعت حاجه جنان. هبتدي بقى ان انا احطها في اكياس، اكيسها واحطها في الفريزر. هي الطريقه دي اللي انتوا هتعملوا بيها جميله جدا جدا. هحط طبعا مج زي ما انتوا شايفين عشان ما يلحوسش الدنيا كده. بالطريقه دي بيكون انضف مليون مره. وبروح احط قد ما احنا هنستخدم بس، علشان لما اطلعه من الفريزر ويفك ما سيبش الباقي او يتكب حرام. بنحط على قدنا بس. شوفوا انتوا فردين 3 4 10 تحطوا قدكوا بس على القد، يعني بلاش تحطوا كتير علشان خسارة لو اتكب. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين اهو، بحطيته في الكيس وربطت الكيس وهكيسهم زي ما انتوا شايفين. بصوا بحطه في المج، وببتدي بقى ان انا ايه احط كده كبشتين فول او كبشتين ونص. احنا بنحط على قدنا يعني. جربوا طبعا الطريقة دي، هي دي اللي انتوا ان شاء الله هتعتمدوا عليها وتعملوها في رمضان. وما تنسوش هتدعولي بجد، هتدعولي. ده كان كيلو فول عمل عندي ما شاء الله شوية حلوين جدا. واحنا بنحب الفول بنحبه ببصل. لما نحمر كده البصلة، مش نحمرها لا، تبقى يعني ايه تدبل وننزل بيها بالفول. او بنحبه على بيض طبعا جدا، وبنحبه بسمن بلدي وكمون.
وبنحبه كمان بطماطم اهم حاجة يعني، او بنحبه بطحينة، بكل حركاته بكل تكاته بنحبه جدا جدا جدا. سندوتشات او اي حاجة بينفع طبعا في وقت العشاء او في الفطار او كمان في الغداء. كل واحد وحريته الاكل ده اذواق. اهم حاجة ان احنا نشبع والحمد لله ونملى بطننا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو توصلوه بقى لكتير كده، ويعني عايزاكم تدعموني وتشجعوني كده وتعملوا لي كومنتات كتير. واللي مش مشترك في القناة وأول مرة يشوفني يشترك. تعالوا بقى شوفوا طبق الفول بعد ما حطيناه في البولة. عايزة اوريكم شكله ما شاء الله، شايفين عامل ازاي؟ حاجة كده جنان جنان، وبألف هنا وشفا.